بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعزائي جميع متابعين قناتكم ارانب الخير في كل بيت، احنا معاكم النهارده ان شاء الله في فيديو جديد جميل، تابعوه للنهايه نستمتع مع بعض في الاسبوع، اسبوع الولادات. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. الارنبه دي بسم الله ما شاء الله ولادها عمر 16 يوم، ما شاء الله فتحوا عينيهم اهو، بسم الله ما شاء الله. الارنب فتح عينيه بسم الله ما شاء الله، وصحتهم حلوه قوي بسم الله ما شاء الله. 7 ارانب، كانت هي معاها 5 وواحده تانية كان معاها 2، حطيتهم مع بعض عشان نلقح التانية لان ما كانتش جايبه عدد كبير. اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا عادي ننقل الارانب من هنا لهنا ما دمنا احنا بنرضع رضاعه حبيس. انا هفتح عليهم ان شاء الله عمر 20 يوم مع بعض، هنفتح باب الولاده عمر 20 يوم. ليه؟ عشان البرد، الجو برد جدا. اليومين دول الجو ساقع قوي، الارانب دي لو طلعت بره وباتت بره الولاده هتتعب. الشعر طبعا والنتف والقش بيدفوهم وبيخليهم كويسين، ومدفينهم من تحت برضو بالكرتونه، وحاطين له يعني عاملين لهم كل الضمانات ان هم ما يسقعوش مننا، ونحافظ عليهم علشان ربنا يكرمنا منه. طبعا ده مش موضوع الفيديو بتاعنا النهارده، موضوع الفيديو بتاعنا النهارده ولاده الارنبه البابيون الجميله بتاعتنا دي، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. هي ميعاد ولادتها المفروض يوم 16، النهارده 16 في الشهر، بسم الله ما شاء الله. طلعت الصبح لقيتها بسم الله ما شاء الله. شوفوا انا كنت حاطه قش ونتف، يعني قش كده ونتف من ارنبه تانية، فبسم الله ما شاء الله. انا قلت اما يعني اوضحهم، يعني هي كانت مغطياهم بالنتف ومظبطاهم في نص الولاده، فانا لما ما كنتش فاضيه اعمل الفيديو ساعتها لقيت القش مبلول من مكان الولاده ومتوسخ دم، فشلته بسرعه وطهرت الولاده ونظفتها وشلت اي اثار، كان في حتى ارنب ميت شلته، وبسم الله ما شاء الله لقيتها هي حطاهم في النص كده، وكانت مغطيهم كمان كده فوقهم بالنتف. فيعني هو انا قلت اما نشوفهم مع بعض بسم الله ما شاء الله. انا خايفه بس اشتلهم من الولاده، ليه؟ لان هم هيبقى الجو بسم الله ما شاء الله برد عليهم. رضعتهم دلوقتي والده يعني الظهر كده، واحنا دلوقتي بالليل، قلت اعمل معاكم الفيديو بالليل ان شاء الله لما افضى. بسم الله ما شاء الله، جايبه عدد حنيه جمال ارنبه بسم الله ما شاء الله. جستها ما فيش في بطنها اي حاجه، بسم الله ما شاء الله، جايبه عدد كبير بسم الله ما شاء الله. ربنا يزيد ويبارك يا رب ويبارك فيهم جميعا. هو طبعا مش هينفع نسيب معاها العدد الكبير ده. طب تعالوا الاول نعرف هي جابت كام، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. انا هحاول ان انا اعدهم في قلب الولاده، يعني ايه، مش هنطلعهم من الولاده عشان البرد. بسم الله ما شاء الله، فيهم ابيض وبابيون بسم الله ما شاء الله 2. تعالوا كده في جنب كده، حطهم في جنب كده، هم دافيانين جدا، فانا مش عايزه اطلعهم من الولاده، واحنا دلوقتي بالليل الجو بيبقى برد قوي. 2 4 بسم الله ما شاء الله. 6 بسم الله ما شاء الله. 8 بسم الله ما شاء الله، بالصلاه على النبي. 8 10 بسم الله ما شاء الله. و3 13 بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. ارنبه بسم الله ما شاء الله، بابيون، البابيون العادي بتاعنا. البابيون طبعا بيتميز، لو قعدنا نتكلم كتير عن البابيون حنيه جمال رضاعه خصوبه بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. طبعا الارنبه دي مش هنلقحها دلوقتي خالص، هنسيبها براحتها خالص. هم حتى قاعدين يدخلوا جوه النت، انا عايزه تشوفوهم اهو بسم الله ما شاء الله. حوالي 5 بابيون اهو، 5 بابيون كده، حتى في بابيون ابيض خالص وفيه نقطه كده سودا اهو، اهي واحده اهي بسم الله ما شاء الله، والباقي ابيض والباقي بابيون اهو. 5 بابيون وواحد كده فيه نقطه سودا، والباقي بسم الله ما شاء الله 7 ابيض. ربنا يزيد ويبارك يا رب. كده اشوف عند كل الاعداد الجميله دي 13 ارنب بسم الله ما شاء الله، مش هينفع نسيبهم مع الارنبه دي. ممكن يكون هي عندها 8 حلمات او 10 حلمات، ممكن نعدهم مع بعض، بس انا يعني ايه مش عايزه يعني اتك عليها دلوقتي، لان هي والده وهبطانه وجايبه عدد، فيعني نسيبها ترتاح براحتها خالص خالص، ونسيب مفيش تلقيح دلوقتي خالص، مده 10 ايام كده تاخد نفسها وترضعهم كده. بس مش هينفع طبعا ان احنا نسيب معاها العدد الكبير ده. في واحده بيضه اهي ان شاء الله هتولد، او السودا الريكس اللي ورا دي
فباذن الله هنحاول ان احنا نقسم، نخلي معاها مثلا 8 وناخد منها 5 نحطهم لاي واحده تانية. ليه بقى؟ لان مش هينفع الارنبه تقوم بدول كلهم، يعني حبه 8 هيرضعهم او 9 هيرضعهم والباقي هيفضل هيقل. بسم الله ما شاء الله، شايفين حجم الارنب؟ تعالوا كده نحطه لكم في مكان كده. شايفين حجم الارنب؟ بسم الله ما شاء الله، مولود اهو النهارده. بس بسم الله ما شاء الله حجمه حلو جدا، بابيون اهو بسم الله ما شاء الله، وراضع ومتدفي جدا. فانا مش يعني مش مستغنيه عنهم ان انا اطلعهم بره الولاده. انا قلت هوريهم لكم جوه الولاده كده علشان بس ايه، هقول لكم اهو نحطهم. انا خايفه بس عليهم. هجيب جردل كده واحطهم، واحط قش كتير واحطهم واعدهم لكم برضو علشان المصداقيه، يعني لو حد يقول ان انا بقول اي كلام. اهو بسم الله ما شاء الله. استنوا ثانيه واحده اجيب جردل اهو. جبت جردل وقلت عشان برضو افرحكم معايا ونعدهم مع بعض كمان عشان ما تقولوش ان انا بقول اي ارقام وخلاص. اهو بسم الله ما شاء الله، ده 1 اهو. عدوا معايا بقى. 1 بسم الله ما شاء الله، 2 بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك، 3 4 شايفين حجم الارنب؟ بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، 5 6 الصلاة على النبي ما شاء الله، 7 8 9 10 11 12 13. بيتهيألي الواحد مش هيتمنى احلى من كده ولا اجمل من كده. يعني بسم الله ما شاء الله، ارنبه واحده بقت 14 ارنب يعني في لحظه واحده. الشطاره بقى ان احنا نحافظ عليهم. طبعا هعمل فيديوهات معاهم على طول ان شاء الله. هنحاول نجيب الارانب اللي بترضع يرضعوا معاها، او ناخد منها ونحط في الارانب التانية علشان هي برضو تستريح، الام ما تتعبش. الام هترهق يعني هتتعب معانا. هنرجعهم بسرعه الولاده كده بسرعه اهو. بسم الله ما شاء الله، 2 بسم الله ما شاء الله، 4 6 الصلاة بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، 8 10 و3 13. بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك يا رب. يا رب بارك يا رب، وبارك فيهم كده وبارك في امهم. بسم الله ما شاء الله. يعني هي بعد الولاده هي شايفين بسم الله ما شاء الله كانت عندي الاكل. دلوقتي انا شلت كان وانا بصور قامت بعد بعيد، هي عندي الاكل وعندي الميه وبسم الله ما شاء الله. ما اديتلهاش اي حاجه، ممكن شويه بقدونس شويه حلبه وعسل، اي حاجه عندي اساعدها بيها ان هي تبقى كويسه، ان هي ترضع الخلفات دي كويس. دلوقتي انا غطيت الخلفات وظبطتهم وحطيت كرتونه من تحت. انا جيت الظهر كده لقيتهم بسم الله ما شاء الله يعني ولدت ومتغطيين كويس ومتدفيين. بس برضو لازم اعمل اللي عليا، ادفي من تحت وادفي من فوق زي ما قلنا. اي ورقه كرتونه عندي، اي شكاره قديمه احطها ما دام الولاده مفتوحه كده. لازم الولاده من هنا اقفلها كده بكرتونه بشكاره باي حاجه، مملايه قديمه عندي، اي حاجه علشان الارانب الصغيره دي لو بردت في السقعه بالليل جامد كده هتموت واحد ورا التاني. لو بداوا يموتوا خلاص. ولازم دايما افحص الام على طول، اشوف الام كويسه ولا لا، بتاكل اكلها ولا لا. ابص دايما على المكلف بتاعها، ودايما الاكل يبقى عندها، ودايما الميه تبقى في نبل الميه على طول. بالذات الارانب العشار واللي بترضع لازم الميه، ضروري جدا الميه. كل اغلب الارانب ما شاء الله عندي اهو. تعالوا واحده تانية بابيون برضو بترضع اهي. بسم الله ما شاء الله هنطلعها من عند ولادها. بسم الله ما شاء الله، عندها خلفات صغيره وخلفات كبيره وكله مع بعضه عادي. برضع ده مع ده مع ده كله مع بعضه. اهم حاجه ان الارنبه بنرضع حبيس. ما دامنا بنرضع حبيس نقدر ندي للارنبه دي ولاد الارنبه دي مش هتقول اي حاجه ولا تقول لا. نزلها كده في العين بتاعها تاكل وتشرب بقى بعد ما رضعت الارانب. ونهتم زي ما قلنا بمبال الميه. لازم الامهات تكون عندها ميه. الام اللي بترضع او عشار لازم يكون عندها ميه. اهي الام بعد ما رضعت شايفين طلعت اهي رضعت. احنا طبعا النهارده مش هنقدر نتعامل معاها في البرد ده، بكره ان شاء الله مع بعض كده برضو هعمل فيديو وانا بخلي. ممكن نعمل ولاده تانية، ولاده زي ما بيقولوا كده، ولاده ايه هتبقى متقسمه على الامهات اللي بترضع. يعني مثلا اسيب 8 معاها
من دول اسيب 8 معاها واخد 5 يبقوا طياري كده. مره يترضعوا من الارنبه دي، مره ترضعوا من الارنبه اللي هناك دي اللي بترضع التانيه كده. دي ولادها بداوا يكبروا شويه اهو، هيبقى لبنها مثلا لسه يعني كده، التانيه صغيرين شويه قريبين منهم كده. شوفهم الارانب مجرد ما بترضع بيدخلوا تحت القش والنتف وبتدفهم، ودايما زي ما قلنا ندفي من فوق وندفي من تحت، ما سيبش الارانب مكشوفه كده. في البرد لازم نغطيهم، لازم نهتم بالخلفات في السن ده. لو عدى معايا ال 15 يوم على خير مع الارانب الصغيره دي هيبقوا كويسين معايا ان شاء الله. ده الفطام اهو بتاعنا، بسم الله ما شاء الله، كل يوم عن يوم بيكبر اهو، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. انا طبعا مغطياهم ومدفياهم، وقدامهم دايما الميه والاكل لان هم كبروا خلاص ما شاء الله عليهم، ربنا يزيد ويبارك. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب ينال رضاكم وينال اعجابكم ويكون دايما عند حسن ظنكم. ولاده الارنبه البابيون الجميله بتاعتنا بقت من ارنبه واحده بقت 14 ارنب، ربنا يزيد ويبارك يا رب ويبارك فيهم ويطلعوا كلهم ان شاء الله. بنتمنى يطلعوا كلهم. طبعا فيهم كام واحد كده ضعاف لازم، لان واحد هيبقى قوي وواحد هيبقى ضعيف، حبه كده وحبه كده. لما يرضعوا بقى ويبقوا كويسين مع بعض ان شاء الله يطلعوا كلهم باذن الله. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ولاده الارنبه البابيون الجميله بتاعتنا جابت لنا 13 ارنب، فرحتنا واسعدتنا وخلتنا كده نحب تربيه الارانب ونتفائل دايما خير دايما بتربيه الارانب. اي اخت من الاخوات الفاضلات تحب تتواصل معنا على تليجرام ارانب الخيل للسيدات على رقم الشيخ سامد 010-6281-5093. اي حد يحب يحجز سلالات بطاريات اعلاف ادويه على رقم الحجز 010-6461-9771. تحت امركم ان شاء الله في اي حاجه تطلبوها مننا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.